كيفاش تحضروا اول طاوله يوم العيد واش تسحقوا كامل فيها؟ السلام عليكم. هذا الفيديو فيه بزاف افكار على طاوله اول ايام العيد واش تسحقوا كامل فيها فوق الطابله باش ما تقولوش نسينا، مع طريقه تحضير الكبده المقليه على طريقتي، وصفه سهله مهله وبنتها كي العاده الهبال تاع الدنيا. اهم حاجه في طاوله اول ايام العيد واللي هي الكبده. شوفوا قسمتها، كاين اللي درتها هكذا دي بروشات بالشحمه، وكاين اللي درتها شرائح باش نحطهم بجهه وندوروا للسلايط المشويه. انا درت سلطه مشويه تاع الفلفل الاحمر مع الفلفل الاخضر وسلطه مشويه تاع الباذنجان، يوالموا بزاف اول ايام العيد في طاوله تاع عشوه، ساهلين وبزاف خفاف. شويتهم نقيتهم قطعتهم كي الباذنجان درتو وحده والفلفل الاخضر مع الفلفل الاحمر ميلونجي. هاد لاصوص اللي درتها لكم نكتبها لكم تحت الفيديو، فيها كميه تكون مليحه تاع زيت زيتون مع الخل، وباقي المكونات مكتوبين تحت الفيديو. اكيد لازم تحضر البطاطا المقليه. هنا الكبده كنت قليتها خلوها تتحمر ونحوها، وفي نفس المقله درت واحد الخليط فيه الثوم الماء الكمون، المهم نكتبه لكم تحت الفيديو. هذيك الكبده اللي كنت حمرتها كنت قطعتها وضفتها للخليط في المقله وكملت خليتها تتحمر وطيب وطفوا عليها. هنا هذوك لي بغوشات طيبتهم مع لي كوتلات على بالي كاين يديروهم في العشاء ولا غدوه من داك، وراح نقدم كلش في هاد لي بلا الكبار الومنيوم اللي داروهم من نوافه غذائيين تقدروا ديروا فيهم الماكله تاعكم نهار العيد تقعد لكم سخونه، وزيد بلا ما تكثروا بزاف الماعن. كاين هذا البلا الكبير وكاين اللي تحته درت فيهم لي فريت هذيك الكبده، وقدمت كلش بهذه الطريقه. واش نقدم معاهم؟ نقدم معاهم هنايا الحار اللي كنت قليته ونقيته، الحميص درت المرقد، الزيتون المشوي، لي صوص اللي كنا حضرناهم ديجا من قبل، وما تنساوش حاجه بارده تاع قارص نحي لكم كامل هذيك اللقيه. وهنا قدمتهم مع لي بابي سيرفيات تاع وافا. واش قالوا بوافا ولا والو؟ وصحه عيدكم.